اليوم لم يعلموا بهذه التظاهرة، ولكن أنا كل أمل وكل ثقة بالله عز وجل أن ستكون هناك قاعدة وحشد وتظاهر أكبر سلمية. لم نحضر هنا لكي نعادي أحدا أو لنستثير أخواننا أبطال الداخلية بإذن الله. الأمر الآخر يا إخوان، المسألة تحتاج إلى انتفاضة شعبية كويتية داخلية توقف أيدي التدخل الخارجي والعبث بأمن الكويت. وهذه المظاهرات والمؤامرات العلنية وللأسف، ونريد من إعلامنا المحلي وقفة أكبر جادة مع هذا العبث الحاصل. إخوتي في سوريا لا تيأسوا، نحن هنا أسود الجزيرة وأبناء الإسلام وأهل العقيدة العالية السامية. لا تخوفنا الأحداث ولا تهزنا الظروف، هذه مبادئنا وهذه أهدافنا، وعسى الله نطلب من الله العلي القدير جميعا وليس لي وحدي الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من يسمعون القول ويتبعون أحسنه بإذن واحد أحد. وقبل أختم أخي أحمد اسمح لي، هناك مثال وطني مشرف علمنا معنى الحرية والنضال والصمود مع الحق، وهو من أسرة الصباح الكريمة. هل نسينا الشيخ فهد الأحمد شهيد الكويت الذي توفاه الله بأيدي الظلمة على قصور دسمان؟ هذا البطل الذي تحفل وتزخر به الكويت ولا زالت تكتب اسمه بحروف من ذهب. هذا ما قلت، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لأحسن القول والعمل، وشكرا لحسن استماعكم والمنظمة. بإذن الله تعالى ستكون الجمعة القادمة هي جمعة كويتية من أجل سوريا في هذا المكان بإذن الله تعالى. أود أن أنتقل إلى دعاة الإنسانية وحقوق الإنسان ومن يعقدون الصفقات مع النظام السوري الوحشي، والذين قدموا مصالحهم على إنسانيتهم. من يدعون الإنسانية والديمقراطية اليوم نراهم يتخلفون، ونرجو أن نجدهم في يوم الجمعة، وإلا فإنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. الآن مع الشيخ مشعل المعلث من الحركة السلفية. الحمد لله وكفى والسلام على عباد المصطفى. بعد في الحقيقة أنا محرج أن مثل الشيخ الشافي سلطان موجود والشيخ وليد راد والمشايخ الفضلاء وإني أتكلم أمامهم، لكن نحن نقول لماذا ننصر سوريا؟ لسببين باختصار. السبب الأول شرعي، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فكيف إذا كان يقتل وليس مظلما؟ فواجب النصرة الشرعية. السبب الثاني سياسيا، يا حكومات الخليج أين مستشارينكم؟ أين وزراءكم؟ الآن أليس سوريا رئة الدولة الصفوية؟ أليست سوريا هي الآن ذراع إيران في الشام؟ لماذا لا تقفون نصر الإخوان؟ انصروا السوريين شرعيا وسياسيا. والله لو أن إيران تحركت الصفوية على الخليج لناصرهم البعثي الصفوي في سوريا ولن يرحمكم. فالمثل يقول تقدم بي قبل أن يتعشبك. هذا الشخص طاغية ونصرة المسلمين